السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ اللهم اني اسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة بإذن الله هنعمل أحلى كبدة بلدي متشوحة وآخر جمال. ويا رب ما تنسنيش في اللايك والاشتراك. ويلا بينا نبدأ. هنجيب صينية كبيرة كده زي ما حضراتكم شايفين، وهننزل الزيت وعليها معلقة من اللية، وهنحط الكبدة بتاعتنا، ونحط معلقتين من التوم وملح وفلفل اسود وكمون، وهنقلب كله مع بعضه كده لغاية ما كله ياخد من الطعم. وتاني حاجة يتقفل المسام بتاعة الكبدة وتحتفظ بالعصارة اللي جواها، واحنا كده كده مش هنطول عليها على النار. وهحط معلقة من الخل، وهحط فلفل اخضر وعليها قرنين فلفل حراقين، وهقلب كله مع بعضه كده لغاية ما كله يتجانس مع بعضه وياخد طعم بعضه، طعم اللية والثوم وكل حاجة. على الرغم ان الطريقة دي سهلة جدا، على الرغم ان التكتة جميلة قوي قوي قوي. وانا طبعا مش هطول عليها، يعني هتاخد معايا 7 دقايق تقريبا على النار. واقلب كويس كده لغاية ما كله ياخد من الطعم واحد. وبعد كده هنقدمها بطريقة جميلة كده ان شاء الله. وبكده خلاص طلعت معانا الكبدة، واتمنى تنال رضاكم، والسلام عليكم.